حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى احلى وصفتين للبتنجان ما اقولكيش. يا رب الفيديو يعجبك، تابع معايا للاخر وقولي لي رايك ايه، واشتركي معايا في القناه لو لسه مشتركتيش، وفعلي زر الجرس عشان يوصل كل جديد. بصي يا ست الكل، جبنا البتنجان وعملنا بيه الوصفتين الحلوين قوي 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 دول اللي انت شايفيهم، ونادرا على فكرة لما حد بيعملهم. فانا هقولك النهاردة على اسرارهم، وهقولك على كل حاجة تخص البتنجان النهاردة. يلا بقى حط اللايك وتابع معايا وشوفي هنعمل ايه. بصي شكله عامل ازاي، واحد بالمية الحمراء والتاني يعني حاجة تانية. بصي معايا، راجعي كده افكارك كده وشوفي انت عارفة الحاجات دي ولا لأ، ولو عارفاهم قولهم لي. بصي يا ست الكل، انا جايبه هنا بتنجان. ده كميه البتنجان بتاعته كلها قسمته نصين زي ما انت شايفه كده معايا. معايا ايه بقى، هوريكي كل الحاجات اللي انا هستخدمها معايا في البتنجان النهارده. معايا بنجر، ومعايا فلفل اللي هو السوداني، ومعايا جزر مبشور، ومعايا الثوم، ومعايا الخضره بتاعتنا اللي هو البطل النهارده اللي هو الكزبره. معايا حزمتين مقطعاهم، ومعايا فلفل اخضر واحمر. واقول لك بقى ايه هنمشي ازاي. وصفة هنعملها اللي هما، بصي هما الوصفتين فيهم خضرة. تابع بس معايا للآخر وهتعرفي احنا هنمشي ازاي كل وصفة، عشان ايه ما تتلخبطيش معايا. يعني في وصفة هتاخد جزر ووصفة لأ، فشوفي هنعمل ايه. بس صدقيني الوصفتين دول نادرا لما حد بيعملهم، ولا حد هيعملهم اصلا. انا عارفه انا بقولك ايه. والبتنجان ابو ميه حمرا ده لا، اللي هو بيتجاب من بره، وكلنا بنقعد نسال هو معمول ازاي والكلام دوت. تابع معايا بقى. ده اللي انا هعمله اللي هو بتنجان ابو ميه حمرا. انا كده جبت البتنجان نضفته ما فتحتوش، ركزي معايا كده ما فتحتوش، ومش هنفتحه دلوقتي الا لما يستوي. احط نص الكميه اللي انا عايزاها في الحله فاضيه اهي قدامك ما فيهاش اي حاجه. بعد كده هنزل عليها الميه وهقول لك هنعمل ايه تاني. بس اوعي تفتحيه طالما هنسلقه. هنديله سلقه بس مش سلقه تقيله قوي، يعني انا اسلقه قوي لا، نص سوا، عشان لسه هيكمل السوا بتاعه في الخلطه اللي احنا هنعملها. انا بوريهولك اهوت ان هو مش مفتوح. انا هحط عليه دلوقتي الميه. بصراحه البتنجان ده طعمه حلو قوي. بصي اعمليه وحطيه في علبه وقفلي عليه وحطيه في التلاجة، انسيه. بجد والله انسيه، يقعد معاكي اسبوعين 3 شهر مش هيقول اي حاجه. وبينفع في جنب، بصي بينفع جنب اي اكله تعمليها. حطيت الميه وهنحط كام قرن من الفلفل دوت. وهحط كمان، مش هحط توم لا، انا هحط البنجر هو البطل معانا الاساسي طبعا في الوصفه ديت علشان يديكي اللون الاحمر. بصي بقولك ان المية برد اهيت، مش هحط اي حاجة تانية. احط الغطا عليها بقى واحطها على النار. مش هياخد معايا 10 دقايق على النار، وسيبيه. تعالوا بقى هنعمل ايه تاني. هنشوف بقية البتنجان هفتحه، وهنعمل الخلطة بتاعة الوصفة اللي انا بقولك عليها اللي هي مية حمرا. تابعي بس معايا وشوفي وقوليلي رأيك ايه. ده بقية البتنجان بتاعي. اعملي الكمية اللي انت عايزاه. في حد ممكن يقولي ده كبير. بصي هو يعني الصغير افضل، انا معاكي. بس الكبير فيه لحم، بحيث ان انتي لما تسلقي ولا تحمري ولا تعملي بتلاقي فيه حاجه بعد كده. يعني بعد ما بيستوي بتلاقي فيه حاجه تاكليها. التاني بينشف معانا. ده كده البتنجان بتاع الوصفه التانية. انا دلوقتي هعمل الخلطه بتاعه الوصفه الاولانيه اللي انا حطيتها في الحله، ركزي معايا. دي بتاعه الوصفه الاولانيه. ايه هو بقى؟ نحط التوم. هنستخدم بقى الكبه، مش هينفع بقى نعمل فيه الهون. هنحط الثوم. هنحط الخضرة حزمة واحدة. أنا مستخدمة هنا حزمتين للوصفتين، أنا هاخد حزمة هقسمهم بالنص. وهنقطع فلفل طبعا، وهحط من الفلفل السوداني دوت. على فكرة الفلفل السوداني ده أنا بعمله في البيت، طريقته سهلة جدا. اللي عايز يعرف طريقته يقول لي وأنا هبعت له الطريقة، وهنزل فيديو للطريقة بتاعته. قطعت فلفل أحمر وأخضر. عايزة بقى تحطي رومي حطي، أنا يعني أنا عاملاه حراق سبايسي.
يعني لما بيكون بارد مبيبقاش حلو، انما لما بيكون حراق بيفتح النفس اكتر، وبيتحط جنب اي اكل انت عاملاه. لما بتروح تشتري من بره فراخ مشويه ولا اي حاجه من بره من الاكل اللي بنشتريه، مش بيبقى جنبيه بتنجان دوت، وبنقعد نقول هو معمول ازاي ومعرفش ايه. هو الوصفه ديت، صدقيني الوصفه دي احلى مليون مره من بره. هنحط ايه بقى؟ كده انا حطيت الملح بتاعه، مش هحط حاجه تانية، لان انا هتبل لسه بعد ما اخلص الكبه. هيبقى حطينا توم وفلفل وخضرة وفلفل السوداني وشوية الملح، بس على كده. هنضربهم دلوقتي في الكبة وهوريكي شكلهم عامل ازاي في الاخر. بصي اهمت، انا كده ضربتهم وخلصتهم. ما تفرمهمش قوي، يعني حلوة كده ملامح الحاجة باينة. احطهم دلوقتي في الطبق، وهنحط عليهم بقى ايه بقية الحاجة بتاعتنا، احنا لسه محطناش حاجة لسه. بصي يا ستي، الكبة اللي انت شايفاها ديت فيها لسه حاجات من جوه، انا هسيبها لان انا عايزة الكبة في حاجات تانية، مش للوصفة التانية، لا لنفس الوصفة ديت هنعمل حاجة تانية اللي هتطلع لنا المية الحمراء. هسيبهم وهقولك هنعمل بيهم ايه في الاخر. ما تفوتيش حاجة من الفيديو علشان ما يعني مفيش حاجة تقع منك، لا كملي الفيديو معايا كله للاخر وما تجريهوش. حط خل، حط ربع كوباية خل، يعني 4 معالق كده ولا حاجة. وهنعصر ليمون، اديله ليمون 3 ليمونات زي ما انت شايفة كده. هنعصرهم كلهم، كل حاجة قدامك ومش عاملة حاجة من وراكي، الوصفة كلها قدامك كاملة اهيت. ادي الليمون اهوت. وهحط لها ايه، هظبط ملحها عشان لو عايزة ملح تاني، وشوية الكمون بتاعي. ومش هحط اي حاجة تانية، مش هحط شطة لان انا حاطة هنا كتير، يعني حتى فلفل اللي هو بتاع الهريسة، وحتى كمان اللي هو بتاع اللي هو الفلفل السوداني، فانا مستكفيه بكده. واحط شوية الكمون بس، واظبط ملحي وخلاص. هي كده الوصفة بتاعتي خلصت على كده. هقولك برضو في مكون تاني هنحطه دلوقتي، بس هنطلع البتنجان على النار. يا دوبك انا عمل ما عملت الخلطة بتاعتي كان البتنجان بتاعي خلص، فيعني حطيته على النار ورحت عملت الخلطة، يعني في نفس الوقت كله جاهز. انا كده بدوقه بايدي يعني، فلقيته محتاج يعني شوية ملح. بس كده، هو كده خلاص جاهز معايا. بجد الخلطة دي هتعجبك جدا، شكلها بصوا تحفة تحفة تحفة. انا كده خلاص خلصت معايا، بس لسه فاضل مكون واحد احطه لما اجي احشي. انا كده طلعت البتنجان بتاعي زي ما انت شايفه اهو، خلاص هو اتسلق. يعني ما تخلوهوش مستوي سوا كامل، هو يا دوبك يعني 50% 60% من السواية بس. بصوا المكون اللي انا قلتلك عليه هو شوية الجزر اللي انت شايفاهم دول. بصوا بقى شوية الجزر دول سحر. انا هنا الخلطة بتاعتي حراقة جدا، فلما انا بحط عليها الجزر دوت بيبرده ويهديه، يخلي اي حد يعرف ياكل منه بس، وبيديه طعم حلو قوي قوي قوي، وبيبقى مسكر حلو قوي معاكي. جربي بس موضوع الجزر دوت ومش هتندمي. بصي هوريهولك دلوقتي انا بفتحه بعد ما بيستوي. بصوا قلبه ابيض من جوه ازاي، عشان مسوياه وهو مقفول كده. انا هحشيه بقى، وجبت علبة بلاستيك حلوة نضيفة ليها غطا، اهم حاجة كلها غطا. هنحط وهنحشي وهنرصه جنب بعضيه كده في العلبة، ونقفل عليه الغطا ونحطه في التلاجة. هيقعد معاكي بالشهر، يعني انسي اعمليه ونسيه في التلاجة، بجد بينفع معاكي جنب اي اكل. زي ما انت شايفة كده انا بفتحهم. انا كده خلاص حشيت، وخلاص انا كده ظبطت العلبة بتاعتي، خلاص رصيتهم كلهم. تعالي بقى يا ست الكل، فاكرة الكبة اللي انا قلت لك انا سايبة فيها جزء اهو؟
وفي بنجر اهوت، كان في حتة باقية عندي طلعت حطيتها عشان تديني اللون اللي انا عايزاه. وهنا اللون هنا محمر اساسا من البنجر اللي انا حطاه برضو في الاول في السلق. فانا كده هاخد من المية اللي انا سلقت فيها، هاخد حبة صغيرين على قد المقدار اللي انا عايزاه. هظبط برضو ملحه لو عايز ملح، مش عايز خلاص هو كده خلاص معايا. هنحطه فين بقى؟ ده بقى المادة الحافظة بتاعته. يبقى المادة الحافظة بتاعت البتنجان ديت هم حبة المية دول. حتى في ايه الخلطة زي ما انت شايفة كده، هنحطهم كلهم وكده خلاص. انا خلصت معايا البتنجان دوت. بص لونه هيبقى احمر معاكي دلوقتي، بس اصبري عليه شوية. وهو ده البتنجان الاصلي ابو مية حمرا. بص ميته عاملة ازاي، ممكن تكون مش باينة قوي بس هو فعلا ميته حمرا. بس كده، ولا اسهل ولا ابسط من كده. فليه تشتري من بره وليه نقعد نقول هو بيتعمل ازاي ومش بيتعمل ازاي والكلام دوت؟ واسهل منها ما فيش، صدقيني وصفة سهلة وبسيطة جدا. بصوا زي ما انا بقولك كده، علبة مقفولة، حطيه في التلاجة ونسيه وطلع منه بالطلب، جنب فطار جنب غدا جنب عشاء، حلو قوي وخفيف. على الوش بقى ايه هنحط؟ ايه شوية الزيت برضو بيحفظوه. كده كده احنا الاكلة بتاعتنا دي مفيهاش زيت نهائي، فهنحط فين؟ على الوش قبل ما نقفل. وكده خلاص خلصنا الوصفة الاولانية. ركزي معايا بقى، هنخش على الوصفة التانية عشان ما تلخبطيش الدنيا. ركزي بقى، دي كده الوصفة الأولانية خلصت، اللي هي فيها الجزر واللي هو المسلوق، خلطة تحفة وهم. يلا بقى حطوا لايك لو لسه ما حطيتيش. يلا بقى نخش فين؟ على الوصفة التانية. بصوا بقى الوصفة التانية ايه بقى؟ بتنجان ني بقى، مش هنسلق فيه ولا نعمل فيه أي حاجة. جبت قوطة مقطعاها وحطها في الطبق، وكمية الخضرة الباقية يعني حزمة برضو. هنحط ايه بقى؟ هنقطع الثوم، أنا مش هدقه، هنقطعه. يعني مش محتاجين أي حاجة، سهل وبسيط اهو. ده بتنجان بخضرة. على فكرة انا مشفتش حد عمله على اليوتيوب قبل كده، انا مشفتوش. انا ممكن اكون شفت التاني ابو مية حمراء بس ده لا. فعايزة اعرف رأيك طبعا، ويقولي لي انت بتعمليه ولا ما بتعملهوش. هقطع بقى التوم شرايح صغيرة كده، مش محتاج ان انا ادقه. بصي انا كده مستخدمة راس كبيرة توم، خدت نصها اللي هي البتنجان اللي هو ابو مية حمراء، والنص التاني مش هاخده كله طبعا في الوصفة اللي هي بتنجان بخضرة. البتنجان ده برضو بيمشي معاكي جنب اي اكل، طعم تحفة. الحاجة زي كده اللي بتتعمل في البيت صدقيني بتنفع. حطي في التلاجة، جاية من بره مثلا متأخرة، مثلا ملحقتش تعملي اكل والكلام ده، هتطلعي الاكل اللي انت عاملاه دوت في العلب. وجنب اكل يعني ان شاء الله لو جنبها بيض وجبنة صدقيني بتنفع. يعني بيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. يعني وصفات زي كده بتنفع. هنقطع الفلفل، ما تقوليش لا مش هعمل محدش هياكله، لا بينفع. حطيه وحطي في علبة كده مقفولة حلوة، حطيه في التلاجة، مش هيخسر معاكي نهائي، بالعكس هينفعك جدا. هنقطع بقى كمية الفلفل اللي احنا عايزينها هنا، مش هنكتر قوي طبعا، هنحط احمر واخضر. انا كان عندي هريسة بس خلصت، بس عايزة اعمل. انا بعمل برضو احطها في التلاجة واشيلها. حاجات مهمة كده بصوا لازم تتعمل اول باول كده، عشان ايه مبنستغناش عنها. كده كمية الفلفل اللي انا عايزاها. بصوا بقى وصفة البتنجان دي مبتاخدش برضو اي حاجة توابل تانية، متاخدهاش ملح، كمون. وهنا انا مستغنية عن الشطة بسبب الفلفل الكمية اللي انا حطاها، بس ولا اكتر ولا اقل. بس الطعم في الاخر يا بنات بيبقى وهم. اقعدي بقى بصي اعملي بايديكي كده، يعني دخلي كل التوابل دي مع بعض كده بايديكي كده، بحيث انهم يكونوا حاجة واحدة، علشان ما تبقاش الحاجة صحيحة وكبيرة. ملح كمون، مش هنحط حاجة تانية. زي ما انا بقولك كده اهو،
عشان تبقى الخلطة حلوة معاكي وشاربة من بعض. كده خلاص خلصت الخلطة بتاعتي. جبت صينية اللي هحطها على البوتاجاز. حطيت حبة كده من تحت اللي هرص عليهم البتنجان. بصي البتنجان مفتوح اهوت قدامك زي ما انا بقولك، وبحط جواه الحشوة وبرصه في الصينية. ولا اسهل ولا ابسط من كده. بصراحة وصفة تحفة، لازم تجربيها وتقولي لي رأيك فيها ايه. هنفضل نعمل بقى في الكمية كلها لغاية ما نخلصها زي ما انت شايفة كده. كده خلاص انا خلصت وصفة البتنجان بتاعتي. الخلطة كلها اهي اتكفت معايا. هنحط ايه بقى على الوش؟ زيت. لازم ايه؟ زيت على الوش كده خلاص، مش بحط اي حاجة تانية ولا مية ولا اي حاجة. هو يستوي منه من نفسه، الخضار هينزل مية والبتنجان بينزل مية، كله بينزل مية مع شوية الزيت. خلاص هيستوي على النار وهيبقى زي الفل معانا. كده خلاص انا خلصت الوصفة التانية واستوت معايا اهيت. بصوا شكلها عامل ازاي، تحفة يا بنات وطعمه جميل جدا. انا بعمل ايه بقى؟ بسيبه يهدى معايا وبعد كده بعبيه في العلبة. بحطه في علبة، بحطه في التلاجة برضو زي البتنجان التاني. يعني انا بعمل الوصفتين دول وبحطهم في التلاجة وبطلع منهم بصوا بالطلب. يعني هي وصفة حلوة، يعني حاجات بتنفع فطار غدا عشاء ماشي معاكي. زي ما انت شايفة كده، ولا هنجيب مخلل ولا الكلام دوت. بص بوريكي ان هو زبدة معايا، ما خدش على النار ربع ساعة استوى معايا. عرفت ان البتنجان الكبير والتخين بيستوي بسرعة اكتر من الرفيع، وبالعكس بيبقى فيه لحم كده بيبقى حلو. كده بوريكي ان هو مستوي معايا وما خدش وقت معايا نهائي، بس ما لزقش معايا كمان برضو في الحلة، في الصينية يعني. زي الفل معايا اهوت. كده خلاص انا خلصت الوصفة بتاعتي، يا رب تعجبك. واحب اعرف تعليقاتك طبعا على الوصفتين دول ورأيك طبعا، واشتركي بقى لو لسه مشتركتيش هتنبسطي معايا. وحطي اللايك. بس كده خلصت وحطيت. ده كده ايه الوصفة الأولانية أم مية حمرا، المية بتاعتها راحت تحمر اهيت. والبتنجان التاني هنحطه دلوقتي في العلبة عشان خلاص هادي معايا. وكده خلاص أنا خلصت الوصفتين معايا، يا رب تعجبك. وايه ما تنسيش تقولي لي رأيك ايه. كده خلاص نزلته بالزيت بتاعه وكل حاجة في الصينية. بس كده، ودي الوصفة التانية اللي احنا الأولانية اللي احنا عملناها، ودي التانية. الاتنين فيهم خضرة والاتنين حلوين، والاتنين بصوا طعمهم تحفة زي ما انت شايفة كده. هنقفل بقى ونحط في التلاجة ونسيهم. حاجة زي كده بصراحة بتنفع. يلا قوليلي رأيك وحطي اللايك، متنسيش بقى ايه اللايك. يا رب الوصفة تعجبك، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.